النهارده قررت ان انا هعمل الاكله الرسميه للسهرات الليليه اللي تقريبا مفيش حد في مصر ما بيحبهاش، واظن انتوا من الطشه اللي انا عاملاها دلوقتي انتوا عرفتوا هي مبدئيا كده جبت الطاسه الحلوه بتاعتنا وابتديت ان انا احط معلقه من التتبيله اللي هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو، عليهم بقى شويه كبده انا مقطعاها شرايح رفيعه جدا وهقول لكم دلوقتي قطعتها انا ازاي. بطلب من الجزار ان هو يقطعها لي شرايح وانا بجمدها بقى عندي في الفريزر وبقطعها زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى سهله جدا وما بتاخدش وقت. اهم حاجه بقى عشان نعمل كبده مظبوطه ان احنا ما نسيبهاش على النار كتير ونفضل نقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين. لما الكبده خلاص شبه استوت حطيت عليها بقى بقيه التتبيله، وعايزاكم تشموا الريحه يا جماعه كانت خطيره مع التقلبتين الحلوين. وطبعا كبده اسكندراني يعني فلفل اخضر، وفي ناس بتكتفي بالفلفل الحامي لكن انا بحب الميكس اللي بين الفلفل الحامي والفلفل الاخضر العادي عشان ما بحبهاش تبقى حاميه قوي. وفي 10 دقايق كنت مخلصه الكبده، وعايزه اقول لكم ان ريحتها كانت قلب الشقه كلها. جبت العيش الفينو بقى وسقسقته كده في الكبده شويه، وبعدين طبعا كبده يعني طحينه، حطيت شويه حلوين كده وعملت لي